تانية لما اخلص القصه دي كلها. بس انت قررتي تحترفي المصارعه. بتجيب فلوس؟ قولي الحقيقه. لا ما بتجيبش فلوس. لا، لانه في النهايه هي مسابقات بنكسب ناخد مكافاه بسيطه، مفيش رعاه. لا الفتره دي لا لسه. في العالم كله المصارعه لها رعاه؟ طبعا طبعا طبعا. فيها، هي اصلا اي لعبه بتبقى فيها منافسه ولعبه اولمبيه بيبقى فيها رعايه، لان احنا اصلا مش محتاجين مصاريف عاديه يعني. اللي هو طبعا اقل معسكر خارج مصر بكام، اقل بطوله بكام، اقل اعداد داخلي بكام، يعني الموضوع بيبقى صعب. وهو الحقيقه انه يعني في الرياضه انا اكيد مش بنطلب ان كل لعبه لها رعاه، لان احنا عندنا العاب كتيره جدا، ولكن لما نلاقي بطل ونلاقي رمز ونلاقي حد عمل نتيجه غير تقليديه لازم يكون له رعايه علشان نقدر ان احنا نزق بيه ونطلع للاولمبيكس ونقدر. يعني الدوله بتقوم بعمل، ولكن الدوله ما تقدرش لوحدها تقوم بده. في العالم كله اللعبات المهمه والابطال لهم رعاه، دول حتى التيشيرتس اللي بيلبسوها، الجزم اللي هم بيلعبوا بيها دي بتبقى يعني سبونسرد، وبيكون له مرتبات، والمدرب له مرتب، وحياته بتبقى كلها سبونسر. حياتي مصارعه. لا بتصحي ازاي يعني؟ بتصحي تعملي ايه؟ يعني انا دلوقتي رجعت من بطوله العالم، قعدت فتره كده في البيت يعني مش كبيره، الكابتن طبعا ما سمحش بده. رجعت تاني للمعسكر بتاعي اللي هو في المدرسه العسكريه. لازم احيي الحقيقه كثير من المؤسسات العسكريه، لان فعلا معظم ابطالنا انديه المؤسسه العسكريه بيطلعوا بطولات كتيره جدا. انا كتير من ضيوفي اللي بيجوا لنا من العاب مختلفه، كتير منهم مش عارفه احدد النسبه، لكن نسب منهم كتير من المؤسسه العسكريه. يعني رجعت المعسكر تاني، بدانا نعمل اعداد من اول وجديد. طبعا اللي فات ده خلاص اتمسح بالنسبه لنا كلنا، يعني اللي هو انا بدات من اول صفر، اللي هو خلاص انا ما حققتش اي حاجه عشان اقدر ان انا يعني انا شايفه. انت عندك ايه لحد ما توصلي للاولمبيكس؟ عندي ان شاء الله بطوله رانك من اول السنه، لازم امشي عليه عشان يفضل التصنيف الاول على العالم زي ما هو. فتخشي الاولمبيكس؟ لا، عندي بطوله عالم مؤهله للاولمبياد في شهر 9 اللي جاي. ده بيتاهل منها من الاول للخامس، وبعدين لا قدر الله ما حدش تاهل منها بيبقى عاملين بطوله افريقيا اللي هي مؤهله للاولمبياد. ولو لا قدر الله برضه ما حدش تاهل، بس دي صعبه عندنا في مصر لان احنا كلنا الحمد لله مسيطرين على القاره طبعا افريقيا وكده. في بطوله بتتعمل اسمها بطوله عالم للتاهيل الاولمبياد، دي اخر محطه، فبيقدروا ان هم من اول التالت يتاهلوا. فانت عندك 3 محطات ممكن انت واحده منهم. البدني بيبقى تمرين عباره عن تراك، احمال بدنيه، جيم، اثقال. طبعا ما بنسيبش تمرين البساط طبعا، لان احنا عندنا طبعا انا مهما ان انا اقف على بساط او اكسب بطولات وكده بيبقى عندي اخطاء طبعا بنبدا نصلح فيها على المدى. احنا الكابتن بيحب ان هو يشتغل عليها على المدى البعيد. بنقعد نعيد فيها كتير عشان يتماشى مع الاعداد البدني بتاعي. بتمرن تمرينتين في اليوم، تمرين الصبح وتمرين اخر اليوم، طبعا حسب البرنامج اللي الكابتن حاطه. بيبقى عندنا يوم فري في اليوم. حياتك متاكله مصارعه. ما هو اللي عايز حاجه بيعملها، بيبني حياته يبني حياته لحاجه معينه. في ناس بتبني حياتها للدراسه، في للرياضه، ايا كان بقى. بس صحابك ما يجوش يقولوا لك يا سمر مش معقوله بنشوفكيش وكده؟ لا، انا اصحابي بيشوفوني كل يوم الصراحه، لان انا بحاول ان انا يعني اظبط يومي اللي هو انا برضو ما بقاش منطوي. طبعا تمشي بقى كابتن. هم بيشوفوني بقى يعني ايه لما برجع اجازه البيت الف مبروك. هم كل ما ارجع الف مبروك، يعني الحمد لله، يعني ربنا ما يفتح ان انا ارجع الف مبروك، ببقى راجعه من بطوله او معسكر كده. ماما بقى ما بتقولش يلا سموره عايزين بقى البيبي، عايزين مش بيبي، عايزين نتجوز عايزين نتجوز بقى وكده ولا ايه؟ والله الفكره دي هم تركينها ليا، يعني اللي هو انا قررتي خلاص، ما قررتيش ومكمله براحتك، يعني دي حاجه حياتك وانت اللي هتقدري تبنيها بنفسك. في حاجه خلاص مفيش حاجه خلاص. ايه صفات بقى فتى الاحلام؟ والله حد يتفهم